وعندي على بركة الله 3 ديال الحبات ديال البيض، الحجم ديالهم متوسط وضروري ما يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. 7 غرام ديال الفاني وكاس ديال السكر سنيده. غادي نضيف واحد المعلقه ديال الزبده ديال اللوتوس اللي كتعطي واحد البنه زوينه بزاف. الحلوه ديال الريش بوند، والحلوه الثانيه اللي غادي نديرها معكم الحلوه ديال السكر ديال زمان، صراحه كتجي رائعه مقرمشه وبنينه. وغادي نضيف ما يعادل كاس ديال الزيت، غادي نبدا كنضيفو شويه بشويه وانا كنخلط في نفس الوقت. عجينه وحده غادي نخرجوا منها ان شاء الله 2 ديال الاشكال ديال الحلوه. من بعد ما ضفت الزيت حركت مزيان المكونات باش ما تبقاش العجينه مزيته. ضفت 3 ديال الكيسان ديال الدقيق نوعيه جيده، ضروري ما تغربلوه من قبل، مع 2 ديال الساشيات ديال الخماره، كل وحده فيها 7 غرام، يعني المجموع هو 14 غرام. بالنسبه للكأس الرابع من الدقيق غادي نبدا كنضيفو شويه بشويه. بالنسبه للكأس الخامس كما كتشوفوا معايا غادي ندير منه تقريبا ما يعادل 4 كاس من الدقيق، يعني 4 كاس يكون وافي، والمجموع هو 4 ديال الكيسان وربع. والعجين كما كتشوفوا معايا القوام ديالو كيبقى شويه كيتلصق في اليدين، ولكن كيتجمع كما كتشوفوا معايا باش يعطيكم واحد النتيجه زوينه بزاف للحلوه. الشكل الاول كما شفتوا معايا بديت كنكور وكنحط مباشره في السن اللي غادي يدخل الفران. بالنسبه للشكل الثاني كما كتشوفوا معايا جبت هذا الطابع ديال الفرفاره، غادي نبدا كناخذ واحد شويه من الخليط، من بعد ما نكورو كنحطو هكذا اولا كنديرو في السكر، ومن بعد كنطبعوه بالطابع ديال الفرفاره. بالنسبه للفران فكنشعلو يعني قبل ما ندخل الحلوه طيب تقريبا بواحد 5 ديال الدقائق على 170 ولا 180 درجه، المهم الفران ما يكونش مجهد. بالنسبه لهذه الحلوه ما كتاخذش يعني الوقت في الطياب، تقريبا 8 ديال الدقائق كتكون واجده، سواء الحلوه ديال ريش بوند او لا هذه الحلوه اللي درتها بهذا الطابع ديال الفرفاره. بالنسبه للسكر كما كتشوفوا معايا اللي زينت به هذه الحلوه هذه تقدروا تزيدوا معاه واحد الساشي ديال الفاني صافي. ومن بعد كنزين كما كتشوفوا معايا بحبات
ديال القوقاو. ندخلهم للفران يطيبوا على 180 درجه او لا 170 درجه كما قلت لكم. الفران في الاول كيكون مشعول غير من التحت، صافي غير يبداو ينتفخوا كنشعل لهم حتى من الفوق تقريبا 8 ديال الدقائق كيكونوا طايبين ومحمرين من الفوق. بالنسبه للريش بوند ما تحاولوش انكم تحمروها بزاف. بالنسبه لهاد الحلوه الثانيه فتقدروا تحمروها شحال ما حمرتوها كتجي مقرمشه وزوينه. وهنا غادي ندير خليط كما كتشوفوا معايا ما بين المربى الكونفيتور ديال المشماش. انايا هنا جبت نوعيه جيده يكون شويه عاقد ماشي داك الجاري لانه ما بقاش زوين. صافي ضفت معاه شويه ديال ماء الزهر ودرته فوق من البوطه كما كتشوفوا معايا. الا كاينين شي طروفه ديال الكونفيتور اولا ديال المشماش عفوا يعني باقيين يعني ماشي جاري فهكذا كتبقاو تمعسوه بالمعلقه صافي. وكنحط مباشره كما كتشوفوا معايا الحلوه اولا الكاطو، ومن بعد كنخليه تقريبا واحد دقيقه في داك المربى. عاد غادي نبدا كنديرو في الكوك. وهنا كما كتشوفوا معايا كنبدا كنفندهم في الكوك. بالنسبه لهاد الحلوه هذه كتجي مقرمشه كما غادي تشوفوا معايا وكتجي بنينه. هاد الحلوه هذه اللي فنتها في السكر. بالنسبه للريش بوند فدرتها في واحد البواطه كتبات يعني ليله كامله، من بعد عاد غادي تبدا كترطاب.